السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى ان شاء الله معايا فيديو جديد. والفيديو ده انا بجد بعشقه. انا بحب اعمل بسكوتات جدا، وكمان في الشتاء بصراحه بيبقى عايز بسكوت. تمام. ما الصبح كده الشاي بلبن بيبقى زي الفل. بصوا بقى زي ما انتم شايفين كده معايا الزبده بتاعتي بدرجه حراره المطبخ. تمام. ربع كيلو زبده. زبده على سمنه على زيت زي ما انتم حابين، بس انا عايزاها ربع كيلو. تمام كده. ومعايا نص كيلو من الدقيق. تمام. انا طبعا اللي مش عارف، عشان برضو لو في ناس لسه بتشوفني جديد، انا بحب استخدم دقيق الضحى. بستخدمه في اي حاجة بقى، بسكوت، اي حاجة، كحك، اي بصوا في كيكات، اي حاجة بستخدم فيه دقيق الضحى. تمام. فانا معايا نص كيلو من الدقيق، ومعايا الزبدة بتاعتي زي ما قلنا، ومعايا الزبدة زي ما قلت معاكم ربع كيلو. تمام. عاملة 250 جرام. ونص كيلو دقيق، عليهم رشة الملح، ومعايا سكر بودر كوباية الا ربع زي ما انتوا شفتوا كده بالكوباية المعيارية. طيب انا هنا عملت ايه؟ انا هنا حطيت اول حاجة الزبدة بتاعتي على السكر البودر. تمام. ورشة الملح، وضربت كويس جدا لحد لما لونه ابيض زي ما انتوا شايفين كده. نزلت عليه بيضاية واحدة بس. معايا فانيليا. تمام. مقاديره سهلة جدا جدا، وموجودة في اي بيت. يعني انا ما جبتش اي حاجة من بره، هي بيض، سمنة، دقيق، مفيش حاجة من بره. السكر تضربيه عندك، لو مش عندك بودر اضربيه. تمام كده. او ضربت كده السمنة او الزبدة زي ما هتحطوا بقى، بس طبعا هي هتفرق في طعم البسكوت. بصوا هنا، بصوا بقت عاملة ازاي. تبقى بيضة كده، بيضة كده، وعاملة زي الكريمة بالظبط. تمام. هنزل بقى معايا بالدقيق بتاعي، عليه معلقة صغيرة من البيكنج باودر. بس كده يبقى نص كيلو دقيق اهو بنقلبه مع البيكنج باودر. وضربنا الزبدة مع السكر البودر مع الفانيليا مع البضاية. تمام. السمنة قصدي، السمنة زبدة، تضربوهم كلهم مع بعض زي ما انتوا شفتوا كده. وهنزل بالدقيق بتاعي زي ما انتوا شايفين حبة حبة كده لحد لما امسك عجينة كده حلوة. وانتوا طبعا عارفين ان البسكوت بتبقى العجينة بتاعته زي، يعني بتكسر كده. تمام. ما بتبقاش ماسكة في بعض، لا بتبقى فيها تكسيرة كده. هتشوفوا معايا برضو كل ده. هنا بقى انا قلت لكم بصراحه ايه، مش هعرف اشتغل بالمضرب خالص. انا هشتغل بايديا، اني طبعا انا عايزه المس ملمس العجين كده بايدي. وما بحبش بقى ان انا البس بقى كلابز والكلام ده، لا انا بحب اشتغل بايدي كده على طول. طالما الدنيا نظيفه وكل حاجه نظيفه حواليا خلاص يعني. فانا هشتغل بايديا بقى كده عشان اعرف ان انا الم بقى الدقيق والم الحاجه دي كلها. ولعت الخاتم كمان بقى، وهنلم كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. مش هنضيف بقى اي حاجة تاني خالص. خلاص كده العجينة معايا زي الفل، ولا بقى مية ولا لبن ولا اي حاجة، ومفيش اي حاجة، المكونات كلها موجودة. بس هي الرك على السمنة. طعم الزبدة اللي هتحطيها، طعم يعني ممكن لو حطيتي زبدة ممكن تحطي معاها زيت، يعني ويمي ده مع ده يديكي ربع كيلو. ظبطيها بقى لو عايزة بالجرام 250. هنا بقولكوا هي كده تمام. انا مش هزود فيها اي حاجة تاني، خلاص كده تمام. فرشنا بقى المفرش بتاعنا، او هتعملي على الرخام، ما عندكيش مفرش ممكن تحطي كيس سندوتشات تفتحيه كده واعملي عليه. هشيل حته صغيره زي ما انتوا شايفين كده، وهقول لكم هنعمل بيها ايه على جنب كده خالص، مش هنعمل بيها حاجه دلوقتي. تمام. هجيب بقى العجينه بتاعتي، هفردها بالشكل ده كده، واخلي سمكها حلو، يعني ما تبقاش رقيقه قوي وما تبقاش سميكة قوي. انا عايزة السمك اللي هو الوسط، لان هي برضو فيها بيكنج باودر، فبرضو هتدخل الفرن فبتنفخ شوية. تمام. اهو بالشكل ده كده هفرد بقى واحدة واحدة. بصوا العجين معايا طري وفي نفس الوقت بيكسر. هتشوفوا وانا بشيل الرسومات بتاعتي هتشوفوها. اهو بالشكل ده كده هنفرد بقى. هنا بقول لكم بقى اي قطاعات عندك، قطاعات اللي هي الوردة ديت، قلب، مربعات، دواير. ما عندكيش قطاعات اعملي بكوباية، بغطا. بصي اي حاجة هتعرفي ان انتي تتصرفي فيها. تمام. يعني ما توقفيش وتقولي لا اصل انا مش عندي ده فانا لا مش هعمل الوصفة. لا اعملي هتتصرفي، هتعملي اي حاجة. والقطاعات دي مش غالية على فكرة، هي دلوقتي موجودة في كل حتة، يعني مش غالية خالص، وكذا مقاس يعني.
بصوا زي ما انتوا شايفين كده بفرد بقى وبعمل بايدي كده وبظبط الدنيا. انا هنا بقى ايه بحاول ان انا اشيلها بايدي، بس انا ما حبيتش كده، انا قلت لا لانها بتكسر معايا، وهتشوفوا كده في كذا واحده بتكسر. رجعت بعد كده بقى ايه سكينه، بصوا دي عملت مني ازاي، سكينه كده رفيعه، معلقه كده رفيعه، تبتدي ان انتي بصوا كسرت برضو. فقلت لا خلاص مش مهم، انا كده هكمل بقى كله، بس هشيل بحرف سكينه يبقى اسهل ليكي علشان ما تقعدش تكسر منك زي ما قلت لكم، لان البسكوت بيكسر قوي العجينه بتاعته. هنا بقى انا خلصت، عملت معايا الصاج ده وعملت الصينيه دي، وفي صينيه تانية صغيره كده فيها كام واحده. جبت بقى معايا الايه الحته العجينه اللي احنا شلناها الصغيره، هنزل عليها بكاكاو خام. تمام، الخطوه ديت يعني ايه اختياري، لو عايزه تعملي الكيك كله البسكوت كله بكاكاو وتعمليه شوكولاته، شيلي من مقدار الدقيق وحطي بداله كاكاو واعجني واشتغلي. انا هنا حطيت الكاكاو وحطيت عليها معلقه من السمنه. تمام، وقلبتها بقى كده لان طبعا انا عايزاها لونها ايه شوكولاته غامقه. فهوريكم دلوقتي هنعمل بيها ايه. الخطوه دي بقى براحتكم، عايزين تلغوها الغوها، عايزين البسكوت كده ساده تمام، عايزين تشكلوا زي ما انا ما هشكل اعملوا براحتكم بقى. تمام، بس انا اديتكم الفكره بتاعت البسكوت سهله جدا جدا جدا، ما فيهاش اي حاجه خالص. هنا بحط لها بس شويه كمان لاني حبيت ان هي تبقى لونها غامقه اكتر. هنقلب كده بقى كله مع بعضه وخلاص، هتبقى عجينه جميله جدا متماسكه برده زي العجين اللي احنا عملناها، ما فيهاش اي حاجه خالص، لان احنا حطينا كاكاو فحطينا له معلقه السمنه بتاعتنا او معلقه الزبده، فاهي بصوا ماسكه وجميله جدا وزي الفل. تمام، عايزين بقى تلغوا الخطوه دي الغوها زي ما انا ما قلت لكم كده، مفيش اي مشكله خالص، بس هي بصراحه تبقى شكلها حلو يعني. هبتدي بقى معايا ايه القطعات اللي انتوا شايفينها الصغيره دي بتاعت عجينه السكر والحاجات ديت، وممكن برضو بتاعت اللي انا بعمله دلوقتي يعني تشكيل اي حاجه يعني. ما عندكيش ممكن بقى تعملي مثلا دواير كده صغيره باي غطا باي لعبه عند ولادك كده صغننه، خدي اصغر حاجه مثلا قطعي بيها اي رسومات اي حاجه، يعني انت دي فكرتك انت والحركه دي بتاعتك انت، فهتعرفي تتصرفي. تمام، ديت زي ورده كده، بس كانت رخمه شويه معايا، العجينه بتمسك فيها زي ما انا ما قلت لكم كده، العجينه بتقطع فكانت رخمه شويه. لكن القلب بقى اللي انا عملت منه قلب كان حلو بصراحه، وبينزل معايا سلس كده وحلو. بصوا ورده كده، بس انا عملتها تدي ايه زي منظر كده على البسكوت، وفي نفس الوقت بصراحه شكلها تحفه، ممكن تكون شفتوا الصوره طبعا، شكلها حلو جدا ملفته وحلوه بقى، تحطيها في اللانش بوكس الاولاد ياكلوها كده يفطروا بيها الصبح قبل ما ينزلوا، ليكي انتي بقى مع كوبايه شاي بلبن مع كوبايه القهوه مع نسكافيه، حلوه جدا جدا. انا بحب بعشق البسكوتات بصراحه في الشتاء، بحبها قوي قوي يعني عن اي حاجه، عن المعجنات كمان. بصوا هنا القلب بوريهولكوا جميل قوي قوي، بصوا عامل ازاي تحفه. اشكل بقى ممكن احط 2 في بسكوته واحده، احط 3 جنب بعض، براحتك بقى انتي بقى وايه ودماغك كده، اقعدي كده فنني فيها كده. الحاجات دي بتبقى عايزه يعني، والله ما خدتش وقت، ما خدتش وقت خالص. اللي بياخد وقت التصوير على فكره، ان انا اقعد اصور وان انا اقعد اعمل، ده بياخد وقت جامد جدا. هنا بقى هخلص واوريكم بقى بعد التسويه الشكل عامل ازاي. بصوا تحفه. دخلتها طبعا، سخنت الفرن زي ما انتم شايفين كده قبل ما اشتغل وانا مسخنه الفرن كده عشان يبقى على الهادي كده وحلو. بصوا البسكوت طالع فظيع، ولا بيفرش ولا اي حاجه خالص. انا بشغل عليه تحت وياخد اللون بتاعه هوريهولكم، وبعد كده بولع عليه الشوايه ياخد لون من فوق. الشوكولاته اللي في النص ديت من باقي العجينه اللي انا عملتها بالشوكولاته اتبقت معايا، فرحت مبشكله بيها زي ما انتم شايفين كده. تحفة بجد، شكلها حلو جدا، ريحتها بقى فظيعة لان ريحة الزبدة طبعا فظيعة. وهنا بوريكم البسكوت من تحت مستوي ازاي، بصوا اللون بتاعه، يعني انا بحب اللون المتحمص شوية ده في البسكوت، بيبقى طعمه تحفة بجد، فظيعة تستاهل التجربة، جربوها. بصوا الشكل فظيع جدا جدا، منظرها لوحده يفتح النفس بصراحة. بصوا هنا اللون بوريهولكم، اللون من تحت جميل قوي 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 بصراحة. بصوا الكسرة بقى معايا اهو، بصوا مش ناشفه بقى وتحس ان هي حاجه تضايقك كده وانتي بتاكليها ولا الكلام ده، لا ولا ناعمه ولا ناشفه، حاجه كده مظبوطه. بصوا من جوه اهي، بصوا مفرغه يعني فيها تفتحات كده من جوه، بصوا عامله ازاي جميله جدا ما شاء الله، فظيعه. بصوا المنظر، تستاهل انك انتوا تجربوها.
بصوا لو انتوا واخدين بالكم البسكوت على ايدي ديت توريكم ان هي فيها نعومة. هنا بقول لكم بجد فظيعة، جربوا. وهستنى تعليقاتكم بقى طبعا، وهستنى رأيكم وتقولوا لي ايه رأيكم فيها، وجربوها واعملوها، ما تكسلوش، ما فيهاش حاجة خالص خالص ولا خدت مني اي وقت. امشوا على المقادير مظبوطة وان شاء الله هتعجبكم. وبصوا الشوكولاتة تحفة، شكلها جميل، وعملت لها برضو قلوب بيضة كده، خدت بقى واحدة من اللي انا كنت عاملاها وقطعتها كده عشان اشكل بيها. شكلها حلو قوي 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 بصراحة، تستاهل. وهستنى بقى اللايك بتاعكم، وهستنى تعليق منكم حلو، واقول لكم بقى ايه، السلام عليكم، باي باي، اشوفكم على خير.